لكل عشاق اللفت والمخللات، تعالوا اقول لكم هنعمل ازاي المخلل اللفت بسر ميته الحمرة دي اللي انتوا شايفينها، ويطلع معاكي مقرمش وميته حمرة ولونه بامبي كده وجميل. لا وكمان ايه، في قرمشة كده كمان، وهيفضل ناشف معاكي لحد اخر واحدة من غير ما يطرى. بصوا اللون. هقول لكم على كل اسرار المخللات، هنلحق بقى نعمل المخللات بتاعتنا عشان رمضان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. اول حاجة هنجيب اللفتاية، احسن لفتاية تخليليها اللفتاية الوسط دي اللي هي في ايدي دي، عشان الكبير قوي ده بيبقى شايخ وبيبقى مش حلو. انا اللفت ده جوزي جابهولي، فالمهم انا قلت بقى اخلله معاكم واقول لكم على اسراره وتكاته وازاي يطلع معانا حلو، ونلحق بقى نخلل شوية كده قبل رمضان. اللفت رخيص، وال4 كيلو ب20 جنيه. الحقي هاتي بقى كمية كده بقى وغرقي بيتك بقى لفت كده بقى وبطرمانات ومخللات كده، زي ايه، بتاع الترش كده. ولو عملتي المخللات دي مش هتشتري اي حاجة من بره، ب20 جنيه هتملي بيتك خير. بصوا بقى، انا جبت اللفت كده ومسكت بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده بقى، اللي هو ايه، البوز بتاعه ده كده، والحاجات اللي هي اللي بتبقى طالعة كده من الجناب والشعر والبواز والحاجات دي شلتها فوق وتحت زي ما انتوا شايفين كده. بنضف اللفت بتاعي كويس جدا. وبعدين في طبعا ممكن تعملي العرش ده، في ناس بتحب تعمله بس انا بشيله. بصوا بقى كده خلاص نضفت اللفت بتاعي، هاخده بقى تحت الحنفية كده انضفه بقى، اغسله كويس جدا عشان الطينة. كده خلاص بقى غسلته، وبعد ما غسلته بقى هبتدي ان انا اقطعه بقى بقطعة المخلل. بصوا بقى، انا اللفت ده انا هعمله لرمضان، ماشي. هعمل منه شوية كده، اشيلهم لرمضان. هقطعهم تقطعات كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، تكون سميكة عشان اللفت بتاعي ما يتهريش. تمام، يعني يستحمل اكتر وقت. وممكن تخلي حبايات سليمة، ممكن تخلي الحبايات سليمة، بس احنا خلاص رمضان قرب، فانا هعمله كده ايه، قطع كبيرة. وممكن تعملي بقى كمان برضو ايه بطرمان ولا 2 تاكلي منه كده هو. المهم بقى هقطع كده اللفت بتاعي كده زي ما انتوا شايفين كده قطع كبيرة بقطعة المخلل عادي، بتديله شرشرة حلوة وشكل حلو، او بتقطعيه عادي بالسكينة زي ما تحبي. المهم بقى هقطع كده كل اللفت بتاعي. وبقى هقول لكم على حاجة عشان ما تغلطوش غلطتي. احنا عشان اللفت بتاعك ينجح لازم تعقمي البطرمان بمية سخنة بتغلي. المهم انا جبت المية سخنة بتغلي، كانت لسه شايلها من على البوتاجاز وحطيتها في البطرمان بتاعي ساح. المهم انت بعد ما المية تغلي سيبيها تهدى، عشان بصوا البطرمان ساح وتعوج مني ازاي. المهم بقى ايه، عشان اللفت بتاعك ينجح لازم تعقمي البطرمانات بتاعتك عشان ما يعفنش منك ولا يعمل ريم ولا يبوظ ولا اي حاجة خالص. ده سر من اسرار المخللات. المهم بقى ايه، عشان تخللي اللفت في طريقتين. طريقة بترشي شوية ملح على اللفت وتسيبيه لمدة ساعتين ينزل المية اللي فيه، وبعدين ترميها وتخللي اللفت. وفي الطريقة دي اللي هو بتخللي اللفت بعد ما تقطعيه مباشرة وتعبيه في قلب البطرمانات المتعقمة. المهم بقى ايه، انا بقى ايه يعني عملت البطرمان الكبير ده بقى ايه عشان ايه، اخليه رمضان واديله قرن فلفل كده يخلي بقى المية بتاعته كده هوت ايه طعمها حلو، ويحافظ لي كده كمادة حافظة، يحافظ لي كده على المخلل بتاعي ويخلي بقى طعم الدقة بتاعته ايه حرشة ومرشة كده. المهم بقى عبيت البطرمانات بتاعتي. هاجي بقى على الشمندر او البنجر. البنجر ده طبعا هو ده اللي بيديكي اللون الحلو. وطبعا كانت حبايات البنجر عندي كبيرة قوي. انا جوزي بقى هو اللي جايب بقى الحاجات دي، انا طبعا لما بكون انا بشتري بنقيه. المهم هو جابه بقى وقال لي اعملهن عشان رمضان، قلت له ماشي من عينيا. المهم بقى قطعت كده البنجر شرايح كده. عايزه اقول لكم بصوا بقى بيخلي الدنيا حمراء.
هتحطي بقى البنجر كده في الايه، في البطرمانات بتاعتك كده على اللفت بتاعك. هنجيب بقى كوباية الشاي دي وهنعاير بيها 4 كوبايات. ال4 كوبايات يعني رتل، لان الكوباية 250. هحط على كل رتل 3 معالق ملح، 3 معالق ملح كبار ممسوحين، مش مليانة قوي عشان ما يبقاش حادق. انا بحب كده الملح بتاعي يبقى مظبوط. المهم دول كده 2 رتل حطيت عليهم 6 معالق ملح. تمام. ونسيت بقى حاجة مهمة احطها وانا بعمل كده، لان بنتي كانت بتعيط. الحاجة اللي هتخليلك المخلل بتاعك بيقرمش، معلقة سكر. هنضيف معلقة سكر صغيرة في المية مع الملح وندوب كويس جدا. وطبعا هتعملي بقى المية على حسب عدد البطرمانات بتاعتك. بتعايري الرتل 4 كوبايات مية، وتحطي الملح بتاعك زي ما قلنا 3 معالق ملح على الرتل ومعلقة سكر. قلبي كويس جدا وضيفي بقى الملح بتاعك، المية بتاعتك على المخلل. تمام. واهم حاجة طبعا عشان المخلل بتاعي ما يدخلوش هوا ويعمل بكتيريا ويعفن او يبوظ، لازم احط عليه كيس نايلو. وكمان ممكن تضيفي شوية كده من الشطة الحمراء في المية بتاعتك لو انت بتحبي مية المخلل بتاعتك حادقة، يعني حراقة. وكمان لو انت عايزة تسرعي عملية التخليل بتاعتك، لو يعني عايزة المخلل يبقى سريع وتكليه بسرعة، ضيفي نص كوباية خل، نص كوباية خل على الرتل المية. تمام. على على المخلل بتاعك. المهم بقى طبعا عمالة بقى اكرر العملية، احط مية واظبط الملح، وتحطي بقى السكر زي ما قلتلك، واوعي تنسي. المهم بقى انا عملت بقى كده البطرمانات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا كنت نسيت احط السكر. فانا طبعا بقى هحط السكر برضو دلوقتي معاكم. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده انا مليت بقى البطرمانات بتاعتي. طبعا اللفت رخيص يا جماعة. وطبعا هعمل معاكم ان شاء الله، يا رب اعمل معاكم مخللات تانية، بس اكون فاضية بس عشان عايزة اعمل جزر. وكمان كان جايب لي قرنبيط، عايزة اعمل قرنبيط، مخلل القرنبيط ومخلل جزر. وطبعا انا كنت عاملة بقى معاكم الليمون المعصفر طبعا عشان رمضان. المهم لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما مني كل جديد. بصي بقى، تابعي معايا كده هوت الفيديو، انا لسه ما خلصتش. المهم المخلل بتاعك انت ممكن تخلليه سليم، يعني تخلي حباية اللفت سليمة. تمام. ده يقعد معاكي بالشهور ولا يجراله اي حاجة. وبعد كده بتطلعيه تقطعيه عادي بالقطاعة ويطلع معاكي احلى مخلل مظبوط. او بتخليه قطع كبيرة زي ما انا ما عاملة كده لو انت هتاكليه مثلا بعد شهر شهرين. المهم بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي اللايك